انجاز تاريخي جديد لمنتخب المغرب لاول مره في تاريخه، بيصعد لنهائي كأس العالم للشباب، وده بعد فوزه في المباراة النهائية على الديوك الفرنسية منتخب فرنسا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدم لمنتخب المغرب ياسر زبيري في الدقيقة 30 من الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف لا شيء، واستطاع الديوك التعادل في الشوط الثاني والوصول إلى ركلات الترجيح ليحسمها منتخب المغرب الذي ينتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا، واللي انتهت بالفعل بفوز الأرجنتين، ليتقابل منتخب المغرب مع الأرجنتين في النهائي. الإعلامية حنين خالد بتهاجم أحمد السيد زيزو، واللي ما يعرفش حنين خالد هي زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، وبتشتغل مذيعة في قناة صوت الزمالك على الراديو. بتقول لزيزو يعني انت هتقبل تاخد فلوسك من نادي الزمالك مرتين؟ وبتقول له كمان استغلالك لأي موقف علشان تجيب سيرة الزمالك ده معناه ان انت مش مبسوط في مكانك حاليا وندمان انك سبت نادي الزمالك. ده الخبر. اما تعليقي على الخبر يا استاذة حنين، زيزو عمره ما هيقبل على نفسه قرش حرام. لو عند الزمالك ما يثبت انه خد فلوسه يطلع المستندات، وبالنسبة لانه بيحكها في الزمالك ادوا الراجل فلوسه ومش هيجيب سيرة الزمالك تاني. فريق النادي الاهلي بيصل بوروندي لملاقاة فريق ايجل نوار البوروندي يوم السبت القادم الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة، وده في مباراة الذهاب لدور ال 32 دوري ابطال افريقيا. وكان في استقبال الفريق في المطار السفير المصري في بوروندي والكابتن سمير عدلي. ومن ناحية تانية نادي ايجل نوار بيشعل حماس جماهيره برسالة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، كتب فيها: تعالوا وشاركوا في الحدث الذي سيسجل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم في بوروندي بتاريخ 18/10/2025. نتمنى التوفيق للنادي. اوعى كلام الكابتن محمود الخطيب عن الكابتن سيد عبد الحفيظ يمر عليك مرور الكرام، لازم تقرا اللي بين السطور. الكابتن محمود الخطيب بيقول ان سيد عبد الحفيظ بقاله معانا 10-12 سنة عمره ما اشتكى وقال ان المنصب ده قليل عليا، بالعكس كان بيعمل المطلوب منه وزيادة، وان سيد عبد الحفيظ ابن من ابناء النادي الاهلي ومتربي على قيم واخلاق النادي الاهلي وبيعلمها كمان للجيل اللي طالع. اما اللي بين السطور ان يتم الان تجهيز الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يكون رئيس النادي